ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بس يا ريت تدعمونا باللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة، قناة حير الطبخ. لان قلة تفاعلكم وقلة دعمكم ليا بيحجب عنكم كتير من وصفاتي، فيا ريت تشجعوني ان احنا نكبر القناة ونعمل وصفات اكتر واكتر مع بعض. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الكيكة القمر دي اللي مكوناتها بسيطة جدا والنتيجة بتاعتها طرية وهشة وجميلة جدا عملناها مع بعض ازاي. اول حاجه هنا انا عندي كوبايه من اللبن، والكوبايه دي هتبقى عندي معياريه لكل المكونات بتاعتي. هنزل عليها بمعلقه زبده كده او معلقه سمنه بلدي او اي نوع عندي، مش هقف على حاجه، بس السمنه البلدي بتديها ريحه حلوه قوي. هحطها على البوتاجاز لما تغلي. انا هستعمل هنا الخلاط، ممكن استعمل المضرب اليدوي، ممكن استعمل المضرب الكهرباء زي ما انا عايزه. نزلت ببيضتين 2، وعندي كوباية ونص سكر من نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها اللبن بتاعي. طبعا بيضتين يبقى كيسين من الفانيليا. تمام كده. وهنزل كمان بمعلقة من الخل الابيض. الخل ده طبعا بيديني زي محسن كيك كده، بيديني هشاشة اكتر للكيك بتاعي. هضرب بقى كل الحاجات دي مع بعضها في الخلاط ونرجع نشوف شكلها ايه. ده شكلها بعد ما ضربناها كده تقريبا 2-3 في الخلاط، مش اكتر من كده. في الوقت ده انا جهزت الدقيق بتاعي بقى، اللي هو عبارة عن كوباية ونص من المية من الدقيق. هنزل عليها بكيس بيكنج باودر او كيك شيف اللي موجود هنحطه، وطبعا رشة ملح عشان تعزز لنا كل الطعم مع بعضه. مكون كمان اللي هيخلي لي هيبقى سر في هشاشتها والطراوة بتاعتها، هي معلقة كبيرة هرمية من النشا. خلي بالكم يا جماعة، انا كمان مستعملة هنا الدقيق اللي هو العلامة الاولى بتاع الغلة، فطبعا بيبقى غامق شوية عن الدقيق الزيرو. طبعا الدقيق الزيرو هيديني نتيجة افضل وافضل. نزلت بقى بالمواد السائلة على المواد الجافة بتاعتي اللي انا ضربتها في الخلاط مع الدقيق والبيكنج باودر. طبعا الدقيق انا كنت نخلاه كويس جدا الاول. شفت وصلت بيها ان هي بقت تحس ان هي زي عجينة تقيلة كده. ما تخافوش، هنزل بقى باللبن المغلي، لازم يغلي، مش هيسخن بس لازم يغلي. وهضرب بقى فيها واحدة واحدة كده. انا مرضتش اقطع الحتة دي عشان تشوفوا النتيجة اللي هنوصل لها بسرعة ازاي. بصوا ازاي كل تكتلات الدقيق فكت وبقت معايا سايلة وجميلة جدا. وللتأكيد عشان اطمن برضو هجيب المضرب اليدوي وهضربها 2-3 بس كده، اللي هي اتأكد ان مفيش فيها اي تكتلات. شايفين طبعا قوامها سائل وخفيف، هي ده عشان تديني ان هي تبقى طرية في الاخر. ما تقلقوش، هي كده مش خفيفة ابدا. دي صينية 26، انا دهنتها بالسمنة برضو كده بس في الارضية بتاعتها، ما دهنتش الحروف. ولو حابين نحط دقيق نحط، بس انا بصراحة بفضلها بالسمنة بس، بتديني لون حلو جدا وما احطش في الحروف بتاعتها. هدخلها على فرن ساخن لمدة من 20-25 دقيقة، مش اكتر من كده، في الرف الوسطاني. مش هنشغل ابدا الشواية، هي هتستوي والحمار بتاعنا هيطلع على الوش زي ما احنا شايفين كده. طبعا عشان اختبر ان هي استوت كويس ولا لا، بعد ما بتوصل للمرحلة دي بدخل فيها بالخلة بس كده عشان اشوف. لو طلعت ناشفة تبقى كده استوت، لو لسه فيها عجينة تبقى عايزة كمان. نهدي الفرن ونغطي ونقفله ونسيبها كمان شوية. شايفين ازاي بقى الفراغات بتاعتها والمسام بتاعتها ضيقة جدا؟ شايفين ازاي طرية وهشة وجميلة؟ بصوا كانت الريحة بتاعتها حلوة جدا. وطبعا احنا محطناش اي مادة دهنية غير معلقة السمنة اللي حطيناها في اللبن بتاعنا بس، لا حطينا زيت ولا اي حاجة. مش عايزة اقول لكم يا جماعة، كانت طعمها حلو جدا 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 وهي سخنة، ولما بردت كانت احلى واحلى. بصوا بقى الطراوة والهشاشان كمان. تعالوا نشوف ده وشها من فوق، شايفين اللون بتاعها؟ تعالوا نشوف شكلها كمان من تحت ازاي. بصوا اللون يا جماعة والجمال، مستوية سوا بصراحة حلو جدا، ريحتها جميلة جدا، مكوناتها بسيطة. ولايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.